من المطبخ المغربي رح نقدم البقلاوة المغربية منزلية الصنع. طبعا أنا بقصد المغرب العربي كامل. هون رح نحضر البقلاوة بعجينة بيتية، رح تكون أطيب بكتير من العجينة الجاهزة، واللي رح نحتاج فيها لكوبين ونص من الطحين. بضيف عليهم معلقة كبيرة من السكر البودرة ونص كوب من السمنة أو الزبدة بحرارة المطبخ. بفرك الطحين مع السمنة كتير منيح حتى الطحين يتشرب كل كمية السمنة. هون بدي أضيف ربع كاسة من ماء الزهر، وبضيف نص كاسة من المي. طبعا المي ما بدها تكون لا دافية ولا بدها تكون سخنة، بدها تكون بحرارة المطبخ. بضيفها على مراحل لحتى أحصل على العجينة بهذا القوام. بغطي العجينة بالنايلون وبتركها لحتى ترتاح تقريبا نص ساعة. طبعا كل ما بترتاح العجينة بتريحنا بالشغل أكتر. بهاي المرحلة بدي جهز الحشوة. عندي تقريبا 500 جرام من الفستق السوداني. بضيف عليهم معلقتين سكر بودرة مع شوية مستكة ومعلقتين زبدة أو سمنة، وبدي أطحنهم على محضرة الطعام لحتى أخذ هذا القوام. وهلأ بدنا نحضر القطر أو الشربات أو العسل. أول شي عندي كاسة ونص من السكر، بدي أرفعهم على النار لحتى يتكرملوا وياخدوا عندي هذا اللون ويذوب السكر. بعدين بدي أضيف عليهم كاسة مي سخنة. أول شي رح يكونوا كتلة واحدة، بعدين لحالهم رح يذوبوا من حرارة النار. بدي أتركهم على نار هادية تقريبا ربع ساعة، وبعدين بدي احط عليهم شرحة ليمون وبرفعها من على النار وبتركهم على طرف. هلا بدي اجهز الصينية اللي بدي اعمل فيها البقلاوة. اي صينية حجمها 30 سنتي رح تكون مناسبة. انا هذا صحن البيركس مناسب حجمه. بدهنه بالسمنة او بالزبدة. طبعا بدي ادهنه كتير منيح. وهلا بدي اقطع العجينة. رح اقطع العجينة ل8 قطع. على الطاولة برش شوية طحين وبقطعها ل8 قطع متساوية. بكور قطع العجينة وبتركهم على طرف. طبعا بغطيهم بقطعة قماش مشان ما يشفروا. رح كور كل القطع. وهلأ بدي رش رشة طحين بسيطة على الطاولة، وبرش كمان على العجينة شوية طحين، وبدي افردها بالشوبك. طبعا بدي افردها لسماكة كتير كتير رقيقة رح تكون. كل شوي بقلبها من طرف لطرف وبضل عمرق بالشوبك حتى مع الاطراف لحتى تاخد عندي هي السماكة. بفردها فوق الصحن. طبعا الصحن دهنته انا بالزبدة، وبرجع بدهن العجينة كمان بالزبدة او بالسمنة. بدي دهنها كتير منيح لحتى تاخد عندي توريقات بين الطبقات. وكمان فردت العجينة الثانية وكمان رجعت دهنت بالسمنة. طبعا هيك لحتى اخلص ال4 طبقات. رح يكون 4 طبقات من تحت، وبالنص الحشوة رح تكون، وبعدين 4 طبقات من على الوش. طبعا مثل ما ملاحظين عم حاول ارفع العجينة على حراف الصحن مشان الحشوة تجيب قلب العجينة. هلأ بدي افرد الحشوة. بفرد الحشوة على كامل الصحن وبفردها هيك بالمعلقة. بحاول كبسها شوي. وهلأ طبعا رقيت العجينة وحطيتها فوق الحشوة وكبستها شوي هيك بإيدي مشان تتماسك مع الحشوة. طبعا ما بدنا ننسى بين كل طبقة وطبقة بدنا ندهن سمنة. وبحط كامل الطبقات. طبعا هنن 4. هلأ بدي اقص الحراف وبدي ظبط داير الصينية. طبعا بدي اقص كامل الحراف داير مدور وظبطها. وهلأ بدي اقطعها على الشكل التالي. انا حبيت زينها بالفستق الحلبي. طبعا فيكن تزينوها بالفستق السوداني. هلا بعد ما خلصت بدي ادهنها منيح بالسمنة. وبهي الاثناء انا محمية الفرن على درجة حرارة 200. بحطها على الرف الوسط شغال من فوق ومن تحت. اخذت بالفرن معي تقريبا 30 دقيقة. طبعا على حسب الفرن بدكم تراقبوها كل شوي لحتى تاخد هذا اللون الذهبي. اول ما طلعت من الفرن هي وسخنة. كمان القطر برجع انا بسخنه اذا برد، وكمان بدي كته سخن عليها. وهيك صارت عندي صينية البقلاوة جاهزة. بتمنى تعجبكم حبايبي. اذا عم تعجبكم وصفاتي بتمنى ما تنسوني من اللايكات ومن تعليقاتكم الحلوة. وشكرا كتير من قلبي على المتابعة.